لو انت عندك السكر او عندك حد مصاب بالسكر فضروري ناخد بالنا منه اثناء الصيام في رمضان. اكيد طبعا لازم نعدي على الدكتور الاول ونراجع امورنا ونراجع العلاج بتاعنا. في الوقت نفسه خد شويه المعلومات المهمه ديت وابدا طبقها معاه. اول حاجه قياس السكر ضروري جدا اثناء الصيام على الاقل من 3 ل 5 مرات. على فكره قياس السكر ما بيفطرش، مفيش علاقه بينه خالص وبين ان الصيام هيتاثر او لا. لو جينا بصينا على المواعيد الاساسيه اللي نقيس فيها سكرنا فعندنا دايما بعد السحور بحوالي ساعتين، عندنا في وقت الظهر، عندنا بعد العصر بحوالي ساعه او قبل الفطار بساعتين، وعندنا بعد الفطار بساعتين. لو لقينا في اي وقت من اوقات الصيام بتاعتنا يعني من بعد الفجر لحد وقت المغرب ان السكر بتاعنا اقل من 70 او بدات تحس في اي لحظه من اللحظات ان بقيت انت تعرق عرق بارد او تحس ان انت مش مركز او تحس ان انت بدات تترعش او اطرافك ما بقاش التحكم فيها كويس، اعرف ان كده مستوى السكر قليل وحضرتك لازم تفطر وتكسر الصيام، لان الجسم خلاص مش قادر يدي حضرتك السكر من جوه. فدي من اهم النقط اللي ناخد بالنا منها مع القياسات. نفس الكلام لو لقيت السكر بتاعي اثناء الصيام بدا يعدي ال 300 او جسمي يدفى ومش عارف اعرق، بحس مع الوقت ان انا تايه او ان انا مش مركز، دي علامات ارتفاع السكر بتاع الدم، وفي احتماليه ان احنا ندخل بعد كده لا قدر الله في ارتفاع السكر الكيتوزي او الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، او ان انا ادخل بعد كده لا قدر الله في مشاكل ارتفاع سكر الدم. في الحالات دي ضروري جدا ان انا لازم اكسر الصيام وافطر. افتكر دايما ان صحتك اهم.